ايه الصفقه اللي تعوض زيزو للزمالك مع المستشار؟ ولا الهشم. الصفقه الوحيده اللي تعوض زيزو شيكابالا يمشي. يصدقوا كل يوم يقول لك صفقه اليوم، صفقه اليوم. زي ما ممدوح عباس تقول لي صفقتين، يا ابني صفقتين ازاي؟ والقيد موقوف. والقيد موقوف، وبعد القيد ما يتوقف. بص جمهورنا طيب جدا، عظيم وطيب. نمرة واحد عباس لازم يمشي. هو مش موجود يا عم المستشار. يا موجود راجل فعلي. يا راجل، دول كلهم خدامين عنده. يبقى يمشي مجلس الاداره. ده لا الاول عباس اللي جابه خلاص، وبعدين لجنه العار معاه. ميدو حاتم امام. لجنه العار اللي هي لبيب ولا الشغله دي. يا ابني انا حذرت ميدو، قلت له يا ابني حاطينك في وش المدفع، اللي انت بتعمله ده غلط، وفتحه الصدر غلط. اهو النهارده اتشتم في المدرج. قالوا له فين الشيكات؟ يا باشا انتهى تاريخ ميدو للاسف الشديد. وعمرو الجنايني لسه بحكي لك. مش هيقولوا ليه لا يعني. هو حازم امام رئيس الحكم المشهد، هو طول عمره سبب. ايا كان، وجيب شخصيه محترمه. انا لسه بديكوا امثله اللي هو سيد مشعل، محمد متربي. الزمالك يا جماعه ما فيه شخصيات كتيره محترمه، وانا لما اتحايلوا عليا ارجع المره اللي فاتت قلت لهم هاتوا الناس دي. في واحد مشترك دلوقتي بقى ليه؟ عشان في ناس للاسف سوزك. طب معالي المستشار، الجمهور في وقت حضرتك كان بيقول عايزين نشوف النور، ودلوقتي بيقول مجلس لبيب كذا 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 وكلام اصعب وعايزين يمشي. هي المشكله فين بالظبط؟ هي المشكله في الجمهور؟ لا، مشكله في النور. يا بيه اللي قال الكلام ده شويه عيال صغيره بيلطموا دلوقتي. اللي انا كنت مانعهم يلبسوا اسود، اللي كنت مانعهم يشجعوا مدين ظهرهم ويلبسوا شورت وهم داخلين النادي. ده كانوا ممنوعين. انما الجمهور العظيم الكبير يكفي ان هيثم فاروق اللي كان بيشيد بيهم في السماء قالوا النهارده قال استقيلوا بقى، استقيلوا. مين بقى يمسك مكانهم اللي هم استقالوا؟ انا بقول لك اهو، في قيادات كتير. هو انا لازم انا؟ ايوه لازم انت مع قلت لك المشير. في ناس احسن مني والله انت لازم انت. وده اقسم بالله العظيم في اجتماع مع منه لله اللي جابهم قلت له هتندم، ده نادي هتدمر. جيب اللي هو سيد الوزير سيد مشعل، ده كان وزير انتاج حربي وراجل محترم ومنضبط. هاتوا محمد بديه تقعد تتوب يا ابني كتير كده. مع المستشار، تابعت خبر المشجع الزملكاوي اللي مات النهارده بسكته قلبيه. تقول ايه بقى لاهله ولاسرته والجمهور الزمالك؟ الله يرحمه. ودمه في رقبه مين؟ الله يرحمه، الله يرحمه. دمه في رقبه دول اللي ما حسوش بيه. بص، اللعيبه دي ما بتاخدش مستحقاتها بقالها كتير. في اخبار ان زيزو هيقدم؟ استنى حته المشجع يا عبد السلام. واخد بالك؟ ادي واحد. نمرة اتنين، الراجل باسميرو ده ولا مسميرو ده ايه اسمه ايه؟ مدرب. ماشي. الراجل ده وصل منتخب نيجيريا للنهائي. حصل. بس هو الراجل لقى واحد عيل في اوضه اللبس بيلعب وخلص، ده يلعب وده ما يلعبش. يا راجل ده عبد الواحد السيد شتم حسين السيد يستاهل يعني، وشتم احمد سليمان يستاهل. يوم يمشوه. الباشا شيكا كلم انكل قال لك لا ده ما يمشيش، عبد الواحد معانا. اللي الواد قال له ايه؟ ده معرض. يعني معالي المستشار اللاعب يتحكم في قرار النادي؟ عشان ممدوح بس هو بيتحكم في النادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. طبعا فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن المستشار مرتضى منصور ورد فعل المستشار مرتضى منصور على انتقال زيزو من الزمالك إلى النادي الأهلي رسميا 4 مواسم مقبلة. طبعا بعد ما سمعنا تصريحات أحمد سيد زيزو من اللي شافوا طبعا بعض المشاكل اللي شافها من إدارة الزمالك واللي صرح بيها وقال عليها تمام. فطلع طبعا المستشار مرتضى منصور وبيتكلم مع إدارة الزمالك إن هم السبب، وبيلوم عليهم إن هم السبب في إن زيزو ساب الزمالك وراح الأهلي. طبعا إن هو بيقول في بعض اللعيبة مش واخدين مستحقاتهم. برضه موجه الكلام لمحمود عباس تمام، والميدو والحسن لبيب. فطبعا هو المستشار مرتضى منصور بيتكلم وعايز إدارة الزمالك تحسن من مستوى اللاعبين وياخدوا جميع مستحقاتهم
المالية. تمام. وطبعا خلاص هو الخبر مؤكد، وتمت الصفقة بانتقال زيزو إلى النادي الأهلي 4 مواسم مقبلة. وطبعا إن شاء الله زيزو هيشارك في المباراة القادمة مع الأهلي إن شاء الله، طبعا بالتيشيرت الأحمر، ونقول له ألف ألف مبروك. وطبعا كانت تصريحات زيزو برضو بيقول إن هو شايف النادي الأهلي كبير، وجمهور الأهلي جمهور ممتاز، وبيحب طبعا جمهور الأهلي، وهو طبعا طلع وقال الكلام ده في تصريحاته. وكمان قال إن هو مستحمل الزمالك بقاله 5 سنين، وأيضا بيحب طبعا جمهور الزمالك، ولكن سوء الإدارة في إدارة الزمالك. تمام. يعني الإدارة ما عندهاش جديد، مش بتهتم طبعا باللعيبة إدارة الزمالك. وطلع طبعا المستشار مرتضى منصور بيهاجم إدارة الزمالك، وبيلوم عليهم وبيقول لهم انتوا السبب في رحيل زيزو من الزمالك. وكمان موضح في كلامه ان شيكابالا ما كانش عايز زيزو في الزمالك. تمام. فهنشوف كده بقت ان شاء الله المباراة القادمة هتكون ازاي مع طبعا زيزو في النادي الاهلي. طبعا هو زيزو فرحان جدا بالنادي الاهلي ان بياخد بطولات كتير. ادارة النادي الاهلي متميزة كتير عن ادارة الزمالك. مهتمين طبعا باللعيبة. فهو طبعا المستشار مرتضى منصور هو زعلان جدا من انتقال زيزو من الزمالك الى الاهلي، ولكن طبعا بيلوم إدارة الزمالك. ولكن هو ده اختيار طبعا زيزو. وطلع هو زي ما قلت لكم وقال تصريحاته وقال أسباب انتقاله من الزمالك إلى الأهلي. كل حاجة طبعا هو موضحها بالفيديو. تمام. ونتمنى له طبعا كل التوفيق مع النادي الأهلي. وإن شاء الله طبعا هنشوف زيزو في النادي الأهلي لاعب كبير. أكيد طبعا هيهتموا بيه جدا، إن هو طبعا يعني نجم، أو كان نجم الزمالك وما زال طبعا هو نجم ولاعب مميز جدا أخلاقيا وكل حاجة وشخصية. بصراحة زيزو من اللعيبة الممتازة جدا في الدوري المصري كاملا. وطبعا اللي احنا شايفينه حاليا دلوقتي في نادي الزمالك وإدارة الزمالك ان طبعا المستوى اكيد كل ما يروح هيقل، الا اذا يعني كان بقى في تحسن من إدارة الزمالك، وكمان يجيبوا لعيبة من بره. يعني كده طلع من عندهم احمد سيد زيزو. تمام. فطبعا هو كان لاعب ممتاز جدا وكان ثابت وجوده جدا في الملعب. وحاليا دلوقتي الموجود عندهم شيكابالا. فمش عارفين بقى بعد كده ممكن طبعا ان هم يجيبوا لعيبه من بره، ممكن يحسنوا من اداء اللاعبين من اداره الزمالك نفسها، يهتموا شويه. وزي ما سمعنا المستشار مرتضى منصور بيتكلم ازاي عن اداره الزمالك. وبرضه سمعنا احمد سيد زيزو لما سبب خروجه من الزمالك وانضم الى النادي الاهلي، فكان طبعا بسبب سوء إدارة الزمالك. ده كان فيديو النهاردة، إن شاء الله رب يعجبكم. أي سؤال أي استفسار اكتبونا في التعليقات وإن شاء الله برد عليكم. ما تنسوناش باللايك الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.